السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ متابعين قناة دودو، اهلا وسهلا بيكم. وجودكم دايما على دماغي من فوق ومشرفيني دايما. النهارده جاي لكم بقى فيديو بسيط كده معانا. الفيديو ايه يا دودو؟ النهارده هقول لكم. طبعا انتوا اللي هتشوفوا السمكتين هتقولوا ايه ده، هي جايبه سمكتين اتنين وانتوا خمسه ازاي يعني؟ هتعملي بيهم ايه؟ هتلحسوهم يعني ولا ايه؟ ده هيجي تفكير اي حد يشوف اول سمكتين معايا. اقول لكم لا، السمكتين دول انا عاملاهم، هعملهم دلوقتي معاكم وانضفهم غدا لجوزي قبل ما امشي. انتوا عارفين طبعا ان انا والدتي تعبانه بقالها فتره. فالنهارده المتابعه عند الدكتور يعني وكده، ان هو ان شاء الله هيحدد يا اما يدخلها عمليات بكره الصبح، يعني بات في المستشفى ونعمل عمليه بكره الصبح او بالليل يعني النهارده، او يقول لها لا خلاص مشي بالادويه. احنا رايحين المتابعه. فانا متعوده ان انا قبل ما امشي بروح اي مشوار ان انا ايه، اعمل لجوزي الغدا بتاعه على ما بيجي من الشغل اخر النهار وكده يتغدى. يعني ما بسيبوش يجي مثلا محتار ويقول انا هاكل ايه او كده، لا انا معوداها على كده. هعمل له اكله واحطه له ويجي، بس على ان هو مجرد ان هو بس ايه، يغرف كده. واعمل له حاجه بسيطه، محمره له سمك، عامله له فراخ، حاجات بسيطه ان هو بس هيحط الاكل ويقعد ياكل على طول. قلت اسهل حاجه بقى اعملها النهارده ايه، ان انا هطلع سمكتين من عندي من الفريزر ده كان عندي، وايه، وان انا احمرهم له بس على طول. ويجي بقى هو يعمل له طبق سلطه لو عايز، وياكل خلاص. فهنضفهم كده اهوت، نضافه بسيطه كده اهو، واحمرهم له بقى خلاص. احنا طبعا بصوا انا اقول لكم على حاجه، احنا في بيت عيله، مش انا قاعده في شقه بعيده ولا حاجه، لا في بيت عيله. بس ما عندناش ان هو مثلا أو أنا مش موجودة إن حد يقول له مثلا تعالى أغديك أو نعمل له حاجة أو كده. لا لا، ما فيش الكلام ده عندنا خالص خالص خالص. مش عارفة البيت كلها كده ولا عندنا إحنا بس. يعني حتى هم عارفين إن أنا مش موجودة أو كده، حد يقول مثلا إيه تعالى اتغدى، أو مثلا مراتك مش هنا كل أو كده، لا ما فيش، هو حر ياكل ما ياكلش، ده حاجة ترجع له هو، مراته تعمل له ما تعملوش. فطبعا دي حاجة بتزعل برضه وبتضايق. فأنا معودة بقى إن أنا قبل ما نمشي ان انا كان عامله له ايه، غداه، وحاطه له على قاعد في المطبخ هنا يعني، يجي ويغرف وياكل وخلاص. عشان برضه يبقى متضايق ويقول انت مش فاكره مثلا لما تعملي لي اكل او كده. الواحد بيحاول يعني ايه، ان هو يمشي اموره هنا وهنا بقى ايه وخلاص. طيب انتوا ايه رايكم في الكلام ده يا جماعه؟ واللي عندهم النظام ده برضه ان هو مفيش حد يشيلها ان حد وكده، بس يعني حاجه تزعل بصراحه يعني. لما تبقى مثلا في بيت واهلك وكده ومحدش يأكلك أو كده، فطبعا بتبقى حاجة. يلا الله يسهل للكل بقى وخلاص. أنا كده نضفت السمكتين اهمت معاكم أهو، اهمت نضفتهم حلو أوي وغسلتهم تحت الحنفية أهو. تغسلهم كمان لسه يعني، ده غسلة مبدئية كده. ماشي، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزة اجيب الرز اغسله عليه. بيخلي يا جماعة السمك أو الفراخ بصراحة غسيل الرز ده بيخليهم تحفة، جربوهم كده. بس أنا هجيب بقى حبة رز اهو. جبت شوية رز، هشوف الحلة قد ايه صغيرة قد ايه، وهنبدأ بقى اللي احنا نشيلهم كده اهو، يتفتح حلو كده اهو. وابدأ احط عليه اللي هو المية اللي هتنزل من غسيل الرز كده اهو. ده بيفشل الزفارة جدا جدا يا جماعة بصراحة يعني. بدوها كده وهتنزلي عليها الليمون عادي والملح عادي، ولو عايزة تزودي حبة دقيق برضه عادي، ده ما بيضرش يعني. التزويدة مع ان انت هتحطيه في النقع بتاع السمك او الفراخ يعني، مش هو ده بس. حطي مثلا ليمون بتاع اسفل ليمون ودقيق، كل اللي انت عايزاه حطيه. انا هلا هشوف الحله صنطوطه خالص 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 خالص. شوفوا شايفينها قد ايه صنطوطه خالص، يعني دوبك على قد غدا بس. انا كده غسلت الرز ونضفت السمك، هعمله في ميه النقع بتاعته واسيبه بقى يعني ايه 10 دقايق كده او حاجه. وهبدأ إن أنا أحمرهم قبل ما أمشي، وأنا بحمرهم برضه هوريهم لكم عشان تشوفوهم معايا وتاخدوهم عادي. أنا دلوقتي هجيبهم أقشره
انا كتر السمك واتبله بقى وايه واقوم محمراه. انا كده خلصت غسيل الرز اهو. اهو كده الرز بتاعي بقى مية مية اهو. خلصت الرز اهو. اهو اهو كده الرز بتاعي حلو اهو. هروح بقى اجيب توم واقشره. اهو كده السمك عملت اهو غسلته اهوت وعملت الدقه بتاعته اهيت. عملت ايه في الدقه ديت؟ عملت دي توم على فلفل اخضر على شبت وكزبره على ملح على كمون على ليمون. ده التتبيله بتاعته. هنمسك بقى السمكية عادي كده اهوت. افتحي بطنها شوفي انا غسلتها ونضفتها بقت عامله ازاي. تبلي بقى من جوه كده اهو. كل حته فيها تتبيله اهوت. يعني ما تزوديش التتبيله فيها قوي اهي. وهعملها من بره برضو هتبل دي كمان اهيت. وهعملها من بره. دي التتبيله الايه لاي سمك عموما يعني بالتتبيله. راح تحمريه يبقى ده التتبيله بتاعته اهيت. خلاص كده بس كده. عليها من بره بقى شويه كده يطعموا بس اللحمه بتاعته اهيت. بس كده. دي التتبيله بتاعت السمك بتاعتي. هروح بقى دلوقتي اولع على الزيت علشان نحمره مع بعض على طول. انا كده تبلت السمكتين هما في الدقيق وملح وكمون وحطيت الزيت سخن معايا اهوت. هنبدا بقى ان احنا نحط السمك كده اهو على نار عاليه وبعدين توطي. اعملي على نار عاليه الاول وبعدين ايه وطي السمك علشان يقرمش معاكي اهو. وخلي بالك خلي بالك يا بنات من السمك ده ما بيغيبش في التحمير. يعني لازم تبقى واقفه جنبه عشان هو بيتحمر بسرعه قوي. الجلده بتاعته رقيقه مش زي السمك البلطي او الشبر زي ما بنقول يعني بيغيب شويه. اما ده يعني بيتلهف بسرعه. فخلي بالك وتبقي واقفه جنبه علشان ما يتلهفش منه. انا وطيت النار عليها اهوت وهسيبه بقى. وانا كده مولعه على الرز جنبي برده اهوت الحلاويه. خلاص هسيب السمك يتحمر وخلاص اهوت. انت كده بتقلي مقلوبها اهو. لونه حلو ازاي. انا كده اصلا واقفه جنبها من السمك ده يعني. هو الجلده بتاعته رقيقه جدا 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 ما تستحملش. وما تعليش النار عليه ده يتحرق بسرعه قوي. يعني انا قبل كده برضه يعني يعني كنت اجي مثلا اطلع بره الصينيه كده ولا حاجه وادخل الاقي ايه الحتت ديت بدات انها تتحرق معايا. فعرفت بقى ان هو الجلده بتاعته رقيقه. فبدات ان انا اخد بالي واقف جنبي واقف جنبي الحمام كنت واقفه اصلا. يعني هو من السمك ما بياخدش وقت. يعني يمكن الجهه دي ما بتاخدش 5 دقايق معاكي وتكوني مرة التلفزيون الجميل اللي انت عايزاه اللي هو الذهب الحلو ده. كده السمك اتحمر معايا اهو. اهو شايفين لونه عامل ازاي اهو. شايفين لونه اهو. لونه تحفه 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 ومقرمش من بره كمان اهو. مقرمش من بره. دلوقتي انا هعمل فيه ايه عشان يفضل سخن لانه هو جوزي ما بياكلش لاخر النهار. هعمل فيه ايه؟ هجيب زي طبق فويل. طبق فويل عادي. بس هسيب السمك كده دقيقتين عشان لو في زيت او حاجه. وهبدا ان انا اغلفه في الفويل ده كويس قوي واحطه في كيس وكده عشان يفضل سخن لحد ما هو يجي. كده انا حطيته في الطبق الفويل ولفيته بكياس كويس قوي. حطيت عليه طبق من جوه عشان بس يفضل سخن. ولفيته بكياس كويس قوي عشان يفضل ان هو سخن. وكده الرز بتاعي معايا كمان خلص اهوت اهو. كده خلاص انا خلصت الغدا لجوزي بحيث ان هو هيجي بس هيحط الاكل وهيقعد ياكل. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي النهارده البسيط يا ريت تشجعوني عشان افضل مستمره معاكم والقناه تفضل موجوده بيكم. يا ريت يا جماعه تشجعوني وما تستخسروش الاعجاب او كومنت او اي حاجه منكم جميله زيكم يا رب. ما تستخسروهاش بس عشان القناه تفضل كبيره بيكم. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا اعجاب بالقناه.